السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تجارب حقيقية حدثت بالفعل. يا ريت اللي ما عملش لايك يعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يشوف كل الجديد ويشوف التجارب اللي احنا بنزعها بشكل اسبوعي. ولسه ما عملتش سبسكرايب، انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي ويلا بينا ندخل علشان عندنا تجارب من العيار التقيل. فمن غير كلام كتير يلا نشوف ايه اللي جالنا النهارده. السلام عليكم، انا محمود عندي 36 سنة وهحكي لك النهارده حكاية حصلت معايا من 5 سنين تقريبا، في الوقت اللي انا كنت لسه شغال فيه في الشركة بتاعت حراسات الامن. انا كنت عامل انترفيو كده في شركة من الشركات وكنت لسه جديد في المجال ده. المهم رحت عشان اعمل انترفيو، والحمد لله اتقبلت في شركة الامن دي، والحمد لله بعدها اتقبلت. وبعد كده عينوني في مكان يعني بلوك سكني. البلوك ده فيه عدد كبير من المباني السكنية اللي كلها كانت لسه جديدة وما كانتش مسكونة، كلها تقريبا بنسبة 90% ما كانتش مسكون. واللي زاد وغطى كمان ان الموضوع ده كان شفتات ليلية، يعني كنت باخد اسبوع بالليل واسبوع بالنهار. فكان كل اللي بيحصل معايا او المشاكل اللي بتحصل والمواقف الغريبة اللي كانت بتحصل كانت في شفت الليل، خصوصا ان كان المكان كله ما فيهوش اي اماكن يعني حيويه قوي، ما فيهوش سوبر ماركت او هايبر ماركت كبير، ما فيهوش اماكن حيويه قوي. علشان تجيب حاجه او تجيب حاجات مستلزمات ليك لازم تطلع مسافه كبيره جدا بره القريه دي علشان تجيب من على الطريق السريع اللي بره. كان في اماكن واكشاك وسوبر ماركتات موجوده هناك، وكنت بتروح هناك علشان تقضي حاجتك مثلا او تجيب اي حاجه انت محتاج تاكلها او تشربها. فالمكان اللي انا كنت فيه ده او البلوك السكني ده كان كله تقريبا فاضي، وكانت المدينه كلها اساسا كانت لسه خالصه من الانشاء بتاعها وكانت لسه جديده لنج. حتى الاماكن او الاماكن اللي موجود فيها السوبر ماركتات اللي المفروض يتعمل فيها هايبر ماركت او سوبر ماركت كانت فاضيه، وكان مكتوب عليها كده لافتات اعلانات علشان الناس تيجي تشتري المساحات اللي موجوده فيها او تشتري الدكاكين او المناطق اللي هي التجاريه دي كلها. المهم تمام، قلت خلاص مفيش مشكله، اهم حاجه الواحد يبقى معاه شغل ياكل منه عيش. المهم ان المنطقه السكنيه دي كانت مزوده بنظام اضاءه. نظام الاضاءه ده شغال بالطاقه الشمسيه، يعني بيقعد طول النهار بيشحن طاقه، وبعد كده بتيجي وقت المغرب بيفتح كده لوحده اوتوماتيك، بيفتح علشان ينور البلوك السكني اللي انا فيه او القريه بالكامل. فكان يعني نظام حلو، يعني ما كنتش بتحس انك بالليل قوي، طول الوقت في اضاءه، المكان كويس. بس الفكره كلها انك معكش حد اساسا او ما فيش غير الناس اللي شغالين هناك في الخدمات، يعني الامن والحراسه والناس اللي شغاله في الصيانه اللي بتبقى اغلبها بتبقى الصبح وبيمشوا وقت ما انا ببدا الشيفت بتاعي، الا القليل جدا لما بيبقى فيه عندهم نظام ورادي او مزنوقين في الشغل فبيشتغلوا بالليل، ودول نادر جدا ما بيحصل. المهم علشان اوصف لك اللي حصل معايا لازم اوصف لك شكل القريه عامل ازاي في الشوارع بتاعتها. الشوارع كلها كانت متقسمه بشكل طولي وعرضي، يعني عامله زي كده مربعات او بلوكات. فانت لما بتيجي تقف عند الشارع او بدايه الشارع فانت قدامك الطريق كامل، بتشوف عينيك بتشوف لحد يعني مسافه كبيره جدا 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 من التقاطعات، لان المباني كلها او البلوكات السكنيه دي كلها متنظمه بشكل تتابعي ورا بعض. فانت وقت ما بتشوف الشارع ده بطوله كده فانت بتشوف كل الاماكن دي قدامك لحد تقريبا اخر القريه او اخر السور بتاع القريه او بوابه القريه اللي قدامك، واللي بتكون مسافتها كبيره، يمكن كيلو 2 كيلو قدامك مثلا، مسافه كبيره جدا بطول القريه. فانا كنت ببقى واقف على الشارع الرئيسي بتاع البلوك اللي انا واقف عنده او اللي انا بحرسه، وببقى شايف الاضاءه مخلياني شايف لحد اخر البلوك السكني او اخر بلوك موجود في القريه لحد كده تمام. لكن اللي كان غريب فعلا او اللي انا استغربته ان كل يوم كنت باجي فيه الشيفت بتاعي كان فيه لمبه غريبه او عمود نور من الاعمده دي كانت بتلعب. كان النظام بتاع المفروض ان ده نظام الكتروني، يعني لو في حاجه بتبوظ فبتبوظ، يعني النظام اللي بيلعب ده في الكهرباء يعني في الاضاءات القديمه، لكن ده ما كانش قديم. انا استغربت يعني ممكن يكون في عطل مثلا في نظام اللي هي نظام العمود نفسه. الغريب بقى ان كان كل يوم في الشارع الرئيسي ده اللي انا بشوف على امتداده لحد اخر القريه كل يوم عمود شكل بيلعب عند عماره معينه
او عمارة سكنية معينة من العماير اللي انا كنت بحرسها. فكنت بشوف قدامي كل يوم عمود شكل غير العمود اللي قبله بيلعب. فانا استغربت يعني، حتى سألت قلت يا جماعة هو في عطل فني في نظام الإضاءة؟ فالناس اللي شغالة في الصيانة قالوا لا. ليه؟ قلت لهم لان انا كل يوم اساسا يعني في وقت الليل بيجي وقت الإضاءة او العمود بتاع الإنارة اللي موجود في البلوكات اللي قدامي، في عمود كل يوم بيختلف عن العمود اللي قبله، بيقعد يطفي وينور لوحده. فقالوا لي غريبة، محدش بلغ بالشفتات او محدش بلغ بتوع الإضاءة او نظام الصيانة اللي موجودين اللي مسؤولين عن الكهرباء والإضاءة. قالوا لي ان مفيش حاجة حد اشتكى منها او مفيش بلاغ او تقرير بلغ ان في عطل في احد اعمدة الانارة، لان اساسا اعمدة الانارة كلها مغيرينها جديد لانج، لسه في بداية عمرها، مستحيل يكون في عطل من الاعطال. واحنا عندنا نظام الكتروني كله على كمبيوتر، فاي عطل من الاعطال اللي بتبقى موجودة في الاعمدة دي بيتعمل على طول، بيتبعت مسج ان في عطل في المكان الفلاني، فبنروح نظبط العطل ده او بنصلحه. يعني القرية كانت على نظام الكتروني حديث، فاي عطل موجود فيها فبيعرفوه. فانا استغربت يعني ازاي هم يبقى في عطل في عمود من اعمدة الانارة ومش عمود واحد، كل يوم عمود شكل بيتغير ان هو يطفي وينور لوحده او النور بتاعه يلعب لوحده. كل يوم عمود شكل، واحد عند بلوك 14 والتاني عند بلوك 15، اجي تاني يوم عند بلوك 16، على امتداد عيني ببقى شايف ان في نور بيلعب بعيد. فاستغربت. فلما لقيت بتاع الصيانة قال لي ان الدنيا ماشية تمام ومفيش حاجة وانت بتهيألك او ممكن تكون حاجة بسيطة وهتتصلح لوحدها، فبصراحة تغاضيت عن الموضوع تماما. لكن سبحان الله انا لما جيت اتغاضى عن الموضوع ظهرت حاجات جديدة في المكان اللي انا كنت بحرسه. انا ما كنتش بس بشوف النور بيلعب، انا كنت بشوف تحت العمود اللي كان بيلعب خيال كأن فيه حد واقف هناك. استغربت، ده خيال حقيقي، ده شخص واقف انا مش شايف ملامحه، والشخص واقف بعيد بعيد جدا عني، زي مسافة كده نص كيلو او كيلو. انا شايف فيه هيئة بني ادم، واللي مخليني متأكد ان فيه هيئة بني ادم ان مفيش حد في القرية غيري او حد غير بتوع عمال الصيانة. فاي تواجد لاي شخص موجود في القرية انا بعرفه. يعني حتى الشخص واقف تحت الاضاءة وما بيبانش الا في لحظة البربشة بتاعت الاضاءة. لما النور بيبدأ ان هو يثبت ببص ما بلاقيش حد، النور يبدأ يلعب ويرعش ابص الاقي النور بيطفي ويولع، بيبقى في شكل بني ادم تحت العمود. والغريب ان كل مرة الموضوع ده بيتغير مع اتجاه العواميد، ان كل مرة العمود بيتغير بيبربش وبيضعف في عمود شكل تاني او عمود في مكان تاني، بيبقى برضو نفس البني ادم بيبقى واقف تحتها او الخيال ده. انا استغربت قلت اشمعنى كمان عند العمود اللي بيبقى فيه العيب. فقلت ان بتوع الصيانة بعتوا شخص عشان يصين على المكان او العواميد اللي فيها مشكلة. وفعلا يعني اقتنعت، يعني انا قلت المعلومة واقتنعت بيها فعلا. انا بلغتهم من كام يوم ان في مشكلة في احد اعمدة الانارة، بس لما رجعت كلمتهم تاني قالوا لي ان هم ما بعتوش حد اساسا. وقتها فعلا انا حسيت بشوية توتر ورعب. يعني بتوع الصيانة قالوا ان اي عمود من اعمدة الانارة دي مفيش فيها اي عيب. لو كمان الشخص اللي انا بشوفه او بشوف خياله كمان قالوا ان مفيش حد بيبعتوه او مفيش عامل من عمال الصيانة جم اساسا عند العمدان دي. طب مين الخيال اللي انا بشوفه؟ وهل انا علشان بالليل مثلا عيني بتتعبني او بيحصل لي اجهاد فبشوف حاجة مش موجودة؟ بعدها ما سمتش على الموضوع وقررت اجيب النضارة بتاعت النظر بتاعتي اللي انا كنت بقرأ بيها. فقررت ان انا اجيبها علشان يعني احمي عيني، واقول طالما انا عندي اجهاد في عيني علشان حتى احافظ على اي حاجة حواليا ممكن اشوفها او اشوف الحاجة بشكل اوضح، وما يحصلش اي مشكلة عندي في الشغل. انا مش ناقص، انا كنت لسه جديد اساسا في الشغل. الفكرة بقى والحاجة المضحكة اكتر ان لما جبت النضارة بتاعت النظر بتاعتي معايا الشغل علشان اقف بيها الخدمة، شفت الشخص اللي كان موجود تحت العمود بشكل اوضح. المرة اللي فاتت كنت شايفه نص نص، لكن المرة دي اتأكدت بعد ما لبست النضارة، اتأكدت ان في شخص فعلا بيبان في الثواني اللي النور فيها بيتقطع وبيجي في العمود اللي موجود في بلوك من البلوكات اللي موجودة في القرية دي. والمرة دي بقى اتأكدت اكتر ان في فعلا حاجة مش طبيعية. المرة اللي بعدها قررت ان انا ممكن اكون
جبان شويه ان انا اساسا ما رحتش اشوف الدنيا فيها ايه وهناك في ايه. فقررت اخد الشجاعه كده في نفسي واخد معايا الكشاف واروح المكان اللي حصل فيه العطل. ما يمكن في عطل هناك فعلا، ويمكن اللي انا بشوفه تهيؤات. فعلا تجرأت واخدت معايا الكشاف ورحت، مع انه ممنوع اساسا عندي في الشغل ان اي حد يسيب البلوك بتاعه او المنطقة اللي هو اساسا مسؤول عنها ويروح بلوك تاني. المهم انا خدت بعضي ورحت بلوك 16. انا كنت في البلوك 13، يعني البلوك ده اساسا ابعد عني بثلاث 4 شوارع. المفروض اروح الناحية التانية وعدي الشارع الرئيسي ده اللي هو فيه المشكلة اساسا اللي انا كنت بروح فيه، اللي انا اساسا كنت بقف عند الشارع الرئيسي ده وكنت بشوف المشكلة دي ومش عارف ايه مصدرها. المهم خدت بعضي وبدأت ان انا اروح في الوقت اللي انا شفت فيه من بعيد في نور بيلعب على بعد مسافة كبيرة جدا. خدت بعضي وسميت الله وبدأت اتحرك بهدوء جدا جدا. المهم انا قعدت اقرب من الاضاءة دي شوية بشوية. عديت طلعت من البلوك بتاعي بلوك 13، بلوك بعد كده 14 و15، وخلاص واقف على بلوك 16 واللي بدأت فيه الصورة توضح شوية. كل ما بقرب بلاقي ان النور بيبدأ يثبت شوية. يعني في الاول كان الاضاءة بتقفل وتفتح بشكل سريع او بتلعب بشكل سريع، كل ما اقرب منها الاقي الاضاءة بتبتدي ان هي تثبت، لحد ما طلعت من بلوك 15 وخلاص داخل على العماير السكنية بتاعت بلوك 16. لقيت الاضاءة بقت ثابتة، ما لقيتش حاجة. وقفت في نفس المكان اللي انا شفت فيه من بعيد حدود او تكوين معين لشخص، شكل شخص بالظبط. اللي حصل بقى اللي بعده والاغرب ان انا كنت واقف في بلوك 16 وببص كده ورايا ناحية البلوك بتاعي اللي هو بلوك 13، وصعقت من اللي انا شفته. شفت بلوك 13 اللي انا واقف فيه الاضاءة هناك بتلعب، في هناك عمود نور بيلعب. لبست النضارة بتاعتي بسرعة وشفت نفس الشخص اللي انا كنت بشوفه في البلوك ده، نفس تكوين الشخص. في حد واقف تحت العمود، بيبان لما ابتدي العمود ان هو يبربش او يلعب. شكل تكوين شخص هو مش باين عليه ان هو شخص، مفيش ملامح، بس خيال اسود بيبان لما الاضاءة بتلعب. انا بصراحة اترعبت وقتها، قلبي فعلا وقع في رجلي، وقلت ان الموضوع ده مش عطل في الكهرباء، ده اكيد حاجة مقصودة، والحاجة دي بتحصل لسبب معين. خفت ان ممكن يكون في حد بيتعمد ان هو يعمل الموضوع ده، او مهكر الانظمة بتاعت الكهرباء بتاعت المكان هنا علشان يعمل حاجة معينة، او الله اعلم بقى، معرفش، ممكن يكون بيتجسس على الكاميرات او حاجة معينة، معرفش. كل الاسباب اللي بقولك عليها دي والله جت في بالي وانا واقف مكاني، انا معرفش ايه اللي بيحصل فعلا. المهم حاولت ان انا اقرا قرآن وانا ماشي رايح راجع المكان بتاعي تاني اللي هو بلوك 13 اللي انا مسؤول عنه اساسا. المهم رجعت مكاني، وزي ما حصل في بلوك 16 اللي انا اول ما روحته الاضاءة اختفت او الاضاءة ثبتت، حصل معايا في بلوك 13 اول ما وصلت للبلوك اللي هناك الاضاءة رجعت طبيعي تاني. المهم اني اول ما عرفت ان في حاجة مش طبيعية اساسا في الموضوع ده، بدأ الخوف يدب جوايا، بدأت ان انا خاف، لدرجة ان انا بعد كده في الشغل قررت ان انا اشغل اذاعة القرآن الكريم او اشغل القرآن، ونزلت فعلا القرآن كامل على التليفون بتاعي. وفضلت من ساعة ما انا ابدأ ان انا امسك الشيفت بتاعي بالليل لحد تاني يوم الصبح اشغل قرآن، لحد ما يطمئن قلبي كده ويخلص الشيفت بتاعي على خير. والحمد لله شوية بشوية انا بدأت اتجاهل الموضوع تماما، وسبحان الله اول ما بدأت اتجاهل الموضوع اختفى لوحده، ما بقاش بيحصل تاني، ما بقاش بيحصل ان الاضاءة بتلعب تاني او اشوف ان تخيلات ان في شخص واقف تحت العمود ده. والحمد لله فعلا اول ما شغلت قرآن وابتديت ان انا واظب على اني افتح القرآن في الشيفت بتاعي، الدنيا بدأت تمام. لحد دلوقتي بفتكر الموقف ده انا مش عارف اصدقه، ومش عارف ان انا انفيه حتى، يعني مش عارف ان انا اقول ان ده حقيقة، مش عارف ان انا اقول ان ده تخيلات، بس اقسم بالله فعلا يعني التكوين اللي انا شفته قدامي ده كان موجود. انا ده اكيد شيء ظل واقف تحت العمود، ليه خيال، شيء جمادي
والغريب في الموضوع حوار ان الاضاءه تتغير من البلوك اللي انا كنت رايحه للبلوك بتاعي اللي انا سبته. ده معناه ان في حاجه مقصوده. لحد دلوقتي بحكي لناس وبحكي لاصحابي، وفعلا الموقف بيرعب وبيخوف بعض الناس. ناس تانية ممكن تقول لي ان ده اساسا يا عم كبر دماغك، دي اكيد يعني مدينة جديدة وقرية جديدة، فالقرية دي اكيد بيبقى فيها اعطال غير مرصودة يعني. فانا بحاول اصدق وبحاول انفي، بس جوايا كان بيقول ان دي كانت حاجة مش طبيعية تماما. شكرا ليك، ويا رب ما كنتش طولت عليك في التجربة بتاعتي اللي بعتها لك، ولو قريتها كلها فجزاك الله خير، وشكرا ليك، وان شاء الله من تقدم لتقدم. شكرا ليك، وانا بحييك جدا على التجربة بتاعتك دي، طويلة حبتين بس فيها حاجة مش طبيعية. انا مش هكدب عليك، الموضوع ده مش طبيعي ومش صدفة. وطالما العمال قالوا لك اساسا ان كل حاجة شغالة بالالكترونيات، يعني هم اي حاجة بيرصدوها بيتبعت لهم مسج فعلا ان في عطل في العمود رقم كذا، في عطل في العمود ده. فلو في عطل في العمود فعلا اللي هو بيحصل عنده اللي انت شفته ده، فاكيد هم هيعرفوه. وكون ان هم ما يعرفوش فدي حاجة غريبة. وكون ان اللي يحصل في البلوك اللي هو انت بتسيبه وبتروح للبلوك التاني فحصل في البلوك اللي انت سبته، دي تأكد ان الموضوع مش طبيعي. وفعلا يعني فكرة ان انت تشغل القرآن وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستعين بالله، دي حاجة قوية جدا، بحييك عليها جدا. وبقول لكل المستمعين، اي حد يحصل معاه موقف غريب ما يعرفش يفسره ولا يعرف يحدده ولا يعرف يستوعبه، على طول استعين بالله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الاذكار وقراءة القرآن. بحييك جدا، وشكرا ليك جدا على انك بعت لنا التجربة دي، ولو حصلت معاك تجارب تانية يا ريت تبعتها لنا، فشكرا جدا ليك. ومن التجربة دي التجربة تانية، التجربة البونس بتاعت الحلقة بقى اللي هديها لكم على التجربة الأساسية، يعني ليها علاقة شوية بفكرة الليل. فأنا بحاول أنظم التجارب بحيث إن هي تكون واخدة نفس الطابع. التجارب اللي هي بتكون بالليل مثلا بحاول أخليها في حلقة لوحدها، والتجارب اللي ليها بعض الحاجات أو المواقف المتشابهة بحاول أجيبها في حلقة لوحدها. تعال نشوف التجربة اللي جايه لنا دي دلوقتي بتقول إيه. احمد بيقول لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. عندي تجربة غريبة. التجربة دي حصلت معايا وانا صغير تقريبا 10 سنين. انا يعني ما كنتش بلعب في الشارع كتير وانا صغير، يعني عيلتي كانت محافظة شوية وكانوا دايما بيخافوا عليا. لكن في مرة من المرات اللي انا نزلت اساسا العب فيها في الشارع، يعني المكان اللي احنا كنا فيه كان فيه يعني مجمع مدارس، يعني كان فيه مجمع مدارس. المجمع ده بيكون وقت المغرب بيكون زي شبه مهجور، يعني قلما ما تلاقي مثلا حد ماشي هناك او داخل الشارع ده. فالمهم ان انا يعني لعبت مع اصحابي وطولت شوية في اللعب شوية في الشارع او في المكان ده. فالمهم بعد ما طولت شوية صحابي مشوا، وانا قررت ان انا اقعد شوية العب، يعني مش عايز اروح بدري، عايز استمتع شوية، ما بلعبش كتير في الشارع. فقلت افضل شوية، يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير واروح بيتي، خصوصا ان البيت بتاعي اساسا قريب من المجمع ده، يعني انا شايف في البيت بتاعي وانا واقف في الشارع اساسا. فالمهم صحابي يعني سابوني ومشوا وانا فضلت واقف العب شوية. فالمهم انا واقف، بدأت الدنيا تضلم شوية، مفيش حد خالص في الشارع غيري واقف، او في حد بيجي كده من بعيد بيعدي، ناس اعرفها كلنا عائلات في بعض. بس انا شفت اقسم بالله مشهد خلاني اسيب الشارع واطلع اجري فعلا بكل عزم قوتي للبيت، يعني اسيب اللي ورايا واللي قدامي، ولو معايا حاجة اسيبها واطلع اجري. المشهد كالاتي، وفعلا اقسم بالله انا بوصف لك المشهد زي ما شفته بالظبط. الشارع ده كان اضاءته يعني كان فيه كله يعني اضاءتين 3، ومعظم الاضاءات كلها يعني ايه ضلمه في النص، لان بالليل مفيش حاجه، كلها يعني الشارع بتاع مدرسه، وكل النشاط او كل اللي بيحصل بالنهار، بيبقى فيه طلبه معديين، كلنا كنا بنروح المدرسه دي. فالمهم اقسم بالله زي ما بقول لك كده بالظبط، راجل جاي من بعيد، الراجل ده متلسم كله متلتم ملفوف، عارف الشريط اللي هو بتاع المومياوات اللي هو بيتلف زي الكفن، مش كفن ده الموميا، عارف المومياوات اللي بتتلف زي بعصابة او بخيط او بشريط معينة. اقسم بالله وشه ملفوف كله، حتى ما فيش مكان يشوف منه.
الغريبة بقى ان راسه كلها ملفوفة بالحاجة دي، ولابس لبس عادي عليها، يعني لابس جاكيت ولابس بنطلون، والراجل جاي. يعني انا اقسم بالله اول ما شفت المشهد ده خدت بعضي. انا بصيت الموضوع ده، بصيته شفت المشهد مرة واحدة بس خدت قرار ان انا اخد بعضي واجري بعزم سرعتي وكل سرعتي اروح البيت. لحد ما روحت البيت اقسم بالله كنت بموت من التعب، كنت مش قادر فعلا يعني اقف على رجلي. حتى في البيت بيقولوا لي في ايه يا ابني، في ايه اللي حصل؟ ما قلت لهمش، وعيلتي لحد دلوقتي اقسم بالله ما يعرفوا الموضوع ده وانا ما قلت لهمش. بس فعلا اللي شفته كان حقيقي. انا ما شفتش مثلا واحد لابس مثلا زي ما بيقولوا عليها العصابة او التلفيعة او السكارف، لا، زي ما انا بقول لك بالظبط، دي عبارة عن شريط المومياوات اللي ملفوف ده زي الكفن بالظبط، ملفوف على وشه وملفوف على ايده، كانت ايده باينه ان هي ملفوفه، بس لابس من فوق جاكيت مقفول وبنطلون جينز عادي جدا. وده اللي انا كنت مستغربه، يعني هل ده راجل مثلا، هل ده مثلا حرامي جاي يسرق ومتنكر؟ طب وداخل من الشارع ده ليه؟ يعني الشارع ده ما فيهوش في اخره حاجه، ده كله مدارس، والمدارس مش مفتوحه، مش مدارس ليليه، دي مدارس حكومه، يعني ما فيهاش فترات تانية وقتها. فانا الموضوع ده فعلا كان شاغل تفكيري لحد دلوقتي، وقررت ان انا ابعته لك، يمكن حد يقول مثلا او يفسر او يكون شاف الشخص ده في فترة من حياته. فاقسم بالله اللي حصل كان مرعب جدا، وفعلا انا شفت الشخص ده، طلعت اجري وما كدبتش خبر. وبسبب الموضوع ده قعدت بعديها اسابيع قاعد في البيت، ما بنزلش، بروح الدروس بتاعتي، بروح المدرسة، حتى المدرسة كانت مخيفة بالنسبة لي بسبب الموضوع ده. كنت حاسس ان ممكن في وقت من الاوقات الراجل ده يطلع من اللا عدم او يعرف ان انا شفته مثلا فينتقم مني. تخيلات كتير بقى، تخيلات طفل بقى صغير، فممكن يتخيل اي حاجة، بس اللي انا شفته متأكد 100% ان انا شفته. فلو انت عندك تفسير او حد من اللي بيسمعني عنده تفسير، شاف الموقف ده في حياته زي ما انا شفت، يا ريت يقول لك يعني، او يا ريت تقولوا لنا، تفسروا لنا الموضوع ده. والله مش عارف اقول لك ايه، بس فعلا يعني قد يكون يعني راجل مريض او حاجة، او شخص عادي مثلا لابس لبس، انت عشان انت شفت المشهد ده مرة واحدة ممكن ما يكونش زي ما انت متخيل. ممكن انت عشان ما دققتش النظر او شفت الموضوع، ممكن يكون راجل مثلا لابس سكارف، او لابس البتاع اللي هي اللي بيلفوها زي بتاعت فلسطين دي، او بيلفوها خصوصا لو وقت شتاء مثلا، فهو بيلبسها علشان يتدفى بيها او حاجة، فهو لافف وشه بيها. فانت ممكن تكون تخيلت، فمعرفش انت تفاصيلك، انت بتأكد ان الموضوع فعلا هو حاجة زي المومياوات. انا متخيل اللي انت شفته، متخيل اللي انت بتتكلم عنه فعلا. يعني المومياوات كانت بتتلف بشريط كده، خيط من النايلون، او معرفش ايه نوعية الخيط ده او القماش ده. بس طالما انت فسرت وعرفت تقول ان ده كان فعلا كده، فهو فعلا كده. انا عن نفسي ما شفتش الموقف ده في حياتي قبل كده، ولو كنت شفته كنت قلت لك. ما اعرفش هل حد من المستمعين شاف شخصية زي دي في حياته قبل كده في الضلمة وهو صغير ولا لا؟ اتمنى اللي سمعنا ويعرف يجاوب عن الموضوع ده يا ريت يكتب لنا في الكومنتات ايه اللي شافه الشخص ده. بكده تكون انتهت تجاربنا النهارده، مش عايز اطول عليكم، بس في الاخر يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا سبسكرايب للقناه وتدوسوا على جرس الاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم محمد فوزي، وسلام.